هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ معاكم خلود. والنهارده انا هتكلم على موضوع تجنبت الكلام عليه في الفيديو اللي فات. واتسألت عليه، وواضح ان اللي سألني انا مش عارفة. هو حد من الناس المتابعين، انا مش عارفة a girl or a boy W love عارفين نفسهم. هما بقالهم فترة متابعين الشانل بالذات هنا الانستجرام، والفيديو ده غالبا هيبقى على الانستجرام وعلى قناة فان ايزي انجلش على اليوتيوب، لانه له علاقة باللغات. طيب، واضح ان اللي سألني لاحظ ان انا في الفيديو اللي فات لما اتكلمت على اكسبيرينس الشغل والدراسة بتاعتي ما اتكلمتش قوي او تجنبت الكلام على سنترز اللغات. اوكي، واتسألت التجربة بتاعتي الشخصية مع الشغل في السنترز اللي بتدرس انجلش او لغات ان جنرال برايفت. قبل ما اتكلم انا فعلا تجنبت الكلام عن الموضوع لاسباب عدة، بس يعني بما اني اتسألت انا احب اديكم خبرتي في الموضوع، لان انا اشتغلت في السنترز دي سنين، يعني ممكن يعني حوالي 14-15 سنة اشتغلت في السنترز، وانا برضو اللي ما كملتش. هقول لكم ليه. فاللي فيكم مهتم بدراسة اللغات in general في سنترز، وخاصة طبعا لو انجلش، يسمع الفيديو ده للآخر عشان يعرف الدنيا ماشية ازاي. بس قبل ما ابدأ يا جماعة، disclaimer لازم تفهموا قبل ما اقول اي حاجة ان اللي انا هقوله ده تجربتي انا الشخصية في اماكن معينة، مش هقول اسماء، بس في اماكن معينة. في اماكن تانية ممكن تكون التجربة فيها مختلفة، انا ما اشتغلتش فيها. اوكي، انا بتكلم على الاماكن اللي انا اشتغلت فيها واللي انا ليا تجربة شخصية معاها. ولكن لازم نعرف ان كل حاجة في الدنيا فيها مميزات وعيوب، وكل حاجة في الدنيا ليها جانب ايجابي وسلبي، وكل حاجة في الدنيا في الناس اللي بتعمل شغلها بضمير، وفي الناس اللي ما بتعمل، يعني اللي بيهمها اكتر المسائل المادية. ده على كل الكاتيجوريز، مش بس سنترز اللغات. في سنترز كويسة جدا، وفي سنترز بتهتم بحاجات معينة، وده اللي انا هتكلم عليه في الفيديو. فالكلام ده ما يتعممش على كل السنترز، لا، في سنترز عندها ضمير اكيد والدنيا فيها مختلفة. انا بتكلم على تجربتي الشخصية، وكان لازم اقول الديسكليمر ده قبل ما ابدا، لان ده اللي خلاني ترددت علشان الكلام ما يتاخدش جنرال على كل السنترز. لا، انا بتكلم على تجربة شخصية بتاعتي انا. فاللي مهتم بدراسة اللغات تجربة، يعني ان هو يدرسها حاجة برايفت، تابعوا الفيديو للاخر. ما تنسوش بقى لايك وكومنت وشير، ولو انتوا على اليوتيوب ما تنسوش كمان تعملوا سبسكرايب وتفعلوا الجرس. اوكي، خلونا نتكلم على السنترز اللغات. انا اشتغلت زي ما قلت لكم فترة في سنترز اللغات، وانا هنا عندي نقطتين: نقطة متعلقة بالستودنت انتوا اللي بيدرس، ونقطة متعلقة بالموضوع نفسه. خلينا نتكلم على المتعلق الاول بالموضوع نفسه. بصوا يا جماعة، اي حد بيعمل سنتر للغات، السنتر ده مشروع، هو مش بيعمله لله، فهو عامله مشروع عشان يجيب دخل. اي مشروع في الدنيا انت بتعمله انت منتظر منه ربح، ما عنديش مشكلة في ده، اتس اوكي. واي حد بيعمل مشروع عايز منه ربح. انا مشكلتي ان لما يبقى الموضوع الربح طاغي على يعني الموضوع الاساسي او الهدف الاصلي، بالذات لو الموضوع له علاقة بالتعليم. انا ما يعني اللي فيكم عارفني بقاله فترة عارف ان انا بالنسبة لي العلم ده حاجة امانة ربنا بيديها لك، مفيش مانع انك تاخد منها دخل، لان ده مصدر رزقك او شغلك، اتس اوكي لو انت بتشتغل في المجال. بس برضو في النهاية ما تنساش ان العلم ده رسالة وأمانة لازم تديها للناس بذمة. زي الطب ما هو رسالة، حتى لو الدكتور عايز يتكسب ماديا، بس المفروض ان ده ما يضغاش على رسالته الأساسية، ان هو أصلا بيساعد الناس أو بينقذ حياة الناس أو أيا كان. أوكي، في مهن كده معينة ما ينفعش ان انا اخلط، هو المفروض كل المهن، بس يعني في مهن بحس ان هي حرام قوي ان انا اخلط الاوراق ببعض. طيب، انا ليه بقول كده؟ انا لما اشتغلت في السنترز دي بدون ذكر اسماء، تقريبا اشتغلت في 2 سنترز، يعني هما سنترز اسمها المفروض انه معروف، مش هقول اسماء لان زي ما بقول لكم هو كان فيهم مميزات. خلينا نبدا بالمميزات، وبعدين هقول لكم انا ليه ما كملتش، او انا ايه اعتراضي على الموضوع.
المميزات ان المنهج كان كويس، الكتب كانت شاملة، يعني مثلا الليفلز فيها كل حاجة، فيها listening و speaking و grammar و vocabulary و exercises. فالمنهج غني، في حاجات حلوة، في ماتيريال حلوة جدا. تمام. طيب مشكلتي بقى في ايه؟ اولا احنا لما كنا بنقدم في السنترز دي كان بيعمل لنا، يعني بيتعمل لنا كذا انترفيو شخصي طبعا سبيكينج وكده، وانترفيو جرامر واللغه بقى نفسها، لو انا كهدرس مش كستودنت. وكان بيتعمل لي امتحان تاني سايكولوجيكال، او يعني حاجه ليها علاقه بانت هتتصرف ازاي في المواقف التاليه، يعني شوفوا بتعرف تتعامل مع الطلبه ولا لا. ماشي، أنا الحمد لله انا نجحت في كله، بس انا قصدي ان المفروض بقى ان اللي بيعدي الكلام ده بيبقى مؤهل من كل النواحي. الانجليش بتاعته، اللغه يعني بتاعته الانجليش يعتبر فلوينت او نيتيف لايك، عارف كل حاجه عن اللغه كويس، وبيعرف كمان يتعامل مع الطالب. اللي انا شفته بقى في الواقع مش قوي كده. في تيتشرز كانوا فعلا فلوينت وكانوا فعلا عندهم كفاءه عاليه جدا، انا فاكره ناس منهم كانوا زمايلي وكانوا فعلا ناس تستاهل انها تشتغل في المكان ده والمجال ده. بس في قصادهم ناس تانية ممكن عندهم الماتيريال، بس مثلا الاكسنت مش احسن حاجه، او ما بيعرفوش يتعاملوا مع الطلبه، يعني الاكسنت كويسه بس ما بيعرفوش يتعاملوا ازاي مع الطلبه. فدي ناحيه. هاجي الميزه تانية، المكان اللي اشتغلت فيه كان فيه ميزه ان الاداره كانت مدياني حريه التصرف. يعني لو حصل مشكله، وانا هحكي لكم سيتويشن معين، لو حصل مشكله مع طالب من الطلبه، لو هم عارفين ان التيتشر حد محترم وحد كويس وفعلا ما بيعملش مشاكل من لا شيء، وحصل مشكله وراح اشتكى للاداره، الاداره بتبقى معايا. يعني او اللي حصل معايا انا شخصيا اتليست ان الاداره كانت معايا انا وكانت في صفي وقالت له احنا ملناش دعوه، هي حره تتصرف زي ما هي عايزه في السكشن. فانا عرفت اسيطر على الدنيا، لانه هو الشخص حس ان انا المتحكمه يعني. اوكي، فدي نقطه تانية كانت ميزه برضو. بس العيب بقى ايه؟ ان الموضوع كان بيزنس قوي. بصوا، في تو سيتويشنز، واحد يبين المميزات واحد يبين العيوب، هحكيها لكم في الاخر. بس بالنسبه للموضوع انا بقول لكم يعني تو ماتش بزنس. ليه بقى؟ اهم حاجه في السنترز دي الفلوس، ان حد يجي ياخد تمن الكورس او يدفع يعني تمن الكورس. طيب ماشي، ما هو طبيعي، احنا قلنا ان هو بزنس، بس المشكله ان ده كان ساعات بيجي على حساب التعليم نفسه. من ناحيه ايه؟ اولا كانوا ممكن مثلا احنا بدأنا الليفل، ابص الاقي خلاص عدينا 2 سيشنز مثلا، يقبلوا ناس جديده تدخل، والمفروض ان انا اقعد اعيد لها اللي فات. طب ما انا كده بضيع وقت الناس التانية. المفروض خلاص انت فاتك 2 سيشنز ما تكملش بقى، يعني ادخل بقى لما نعمل الليفل المره اللي بعدها. لكن هم عشان ما يضيعوش الحد من ايديهم. انا عملت بوز ورجعت، انا مش عارفه انا وقفت فين. anyway، فالناس بتدخل من نص السيشن عشان انا اعيد لهم، فده بيبقى لود عليا كتيتشر. فلما اتكلمت مع الاداره، لا اصل هم خلاص عشان يلحقوا بقى يكملوا، اللي فهمته يعني عشان نلحق نربط الزبون وناخد منه فلوس الكورس، ومش مشكله. طيب ده مشكله للتيتشر. اولا ان انا ببقى مضغوطه ان انا الحق افهمه، وهم والناس القديمه اللي معايا خلاص اتشرح لها الكلام ده، فدي حاجه. تاني حاجه هو نفسه بتلاقي بجري معاه كتير، فممكن اكيد انا ما عنديش وقت برضه اشرح له بالتفصيل التو سيشنز اللي فاتوا، فهو كده بيبقى انا بجري له في حاجه ومن حقه تتشرح له بالراحه لانه دافع فلوسها. فدي نقطه اوكي كانت بتضايقني من الموضوع. تاني بقى نقطه، ان هرجع واقول الماني، المهم ان انا اخد الزبون اربطه واخد تمن الكورس ايا كان. طب ايه المشكله في كده؟ اولا ساعات كان في حد بيطلب حاجه هم مش بيدرسوها او ما عندهمش منهج خاص بيها، وهحكي لكم السيتويشن ده. كانوا بيقبلوه برضو، مش لازم ياخد اللي هو محتاجه قوي، قبل نديله حاجه بالتقريب، ودي حاجه انا اتضايقت منها. اوكي، كمان
الموضوع بيمشي ازاي عشان بس اللي فيكم هياخد كورسز يبقى عارف. مثلا الليفل، انا عندي كتاب، الكتاب ده فيه lessons، كل lesson بيبقى فيه جزء grammar، جزء vocabulary، reading، writing، speaking، listening. اوكي، في كل يعني في كل lesson فيه الحاجات دي. الفكرة ان انا لما بروح، المفروض ان انا مثلا عندي الليفل متقسم على مثلا 10 sessions مثلا، ولنفرض كل سيشن ساعتين. انا بكتب المفروض ان انا اخد في السيشن من صفحة كذا للصفحة كذا، ولازم اخلصهم عشان الحق اخلص الكتاب في ال 10 سيشنز، 10 او 12 انا مش فاكره، يعني حاجه في الحدود دي. المشكله في ايه بقى؟ المشكله ان انا ساعات بضطر اجري، ما هو انا عشان الحق اخلص الكميه دي في الوقت ده، فساعات هتلاقي ان انا لازم هتضطر تكروت حاجات، تكروت بقى السبيكينج، تكروت الليسننج، لان انت لازم تلحق تخلص السكادجول اللي محطوطه من الاداره. ولو ما مشيتش على الجدول بالظبط وخلصت البلان، يبقى انت كده عندك تقصير وعندك مشكله. وما ينفعش ان انا مثلا اقول لهم انا ما لحقتش خلاص اخد سيشن زياده، طبعا لا، لانه محسوبه بالفلوس بعدد السيشنز وبكده. فساعات بتضطري تجري. انا ببقى بحس ساعات في حاجات انا ما ينفعش افضل اعيد فيها كتير، لو الطالب حتى ما فهمش لازم اجري وخلاص. مش قادره اعمل سبيكينج زي ما انا عايزه بالظبط. كنت انا ساعات بزود حاجات في السبيكينج، بس كان بحس ان الموضوع بيجي على حساب الدنيا. اوكي، الوقت والحاجات، ما عنديش حريه ان انا ادرس حسب الطالب ومستواه، الا في حاله انه يبقى حد بياخد برايفت. اللي بياخد برايفت بياخد لوحده، بيتحاسب غالي جدا لانه بياخد بالساعه ولوحده، فبياخدوا منه مبالغ جامده جدا اكتر من اللي انا باخدها. يعني لو انا بدي برايفت في البيت، السنترز البرايفت بتبقى فعلا بفلوس كتيره جدا. بلس انه برضو ما بيبقى لحدود. يعني ايه؟ يعني هدخل على النقطه بقى الثالثه، البرايفت. طيب، البرايفت حصل فيه كذا حوار كتير، انا مش عايزه ادخل بقى في تفاصيل، بس انا هتكلم على اكتر نقطه يعني لفتت نظري. فكره البرايفت، حد بيجي عايز حاجه معينه وعايز ياخدها لوحده، عشان عايز ياخد مثلا يكثف، ياخد اكتر من مرتين في الاسبوع، عايز يجري اكتر. ولنفرض في مره انا جالي حد كان بيزنس مان اصلا، وعايز ياخد بزنس انجلش سبيكينج تحديدا، عشان يعرف ان هو يخلص مناقصات وصفقات وحاجات عن طريق التليفون او اونلاين مع العملاء الاجانب. فدي حاجه متخصصه قوي. المهم ان انا اتفاجئت ان هم قبلوه وادوله كورس كده سبيكينج. لما فتحته لقيته بيتكلم على خدمه العملاء بتاعه التليفون، حاجه بعيده تماما عن اللي هو عايزها. فانا لما اتكلمت انا دايما اول سيشن لما بدخل بقوله انت عايز يعني ايه انت بتاخد الكورس ليه، عشان افهم بالذات البرايفت انت عايز ايه بالظبط من الكورس. فاتفاجئت ان هو بيقول لي حاجه غير المنهج اللي هم مديني ان انا اشرحه له. فانا قلت له ده بعيد تماما عن اللي انت عايزه. مهم لما رحت قلت للاداره قالوا لي ما هو خلاص دفع الكورس وما ينفعش نلغي وما ينفعش نقول له ما عندناش، ده هيبقى عيب في حقنا. انا فاكره في الوقت ده ان انا بقيت انا اللي اجيب له المنهج من عندي، انا بقيت ادور على جوجل على اللي هو عايزه، وانا اللي عملت له المنهج بنفسي، وبقيت انا اللي اشرحه له في السيشنز علشان ياخد اللي هو محتاجه. والاداره قالوا لي الاول ما ينفعش لازم الكتاب. انا قالوا لي طب خلاص بدل ما يسحب يعني يلغي الكورس، ومفيش حاجه اسمها يسحب فلوسه ما دام بدانا الكورس ومش عارفه ايه، فخلاص اديله انت وهنعملها حاجه اكسبشن. لان انا كان بقالي فتره في المكان، يعني شويه انا كنت عارفه الاداره يعني. وفعلا عملنا كده واديته الكورس، وهو الحمد لله يعني انبسط بيه، وحتى بعد كده تواصل معايا وكان عايز يكمل معايا برايفت بره السنتر، بس انا كانت ظروفي لا تسمح يعني. anyway، فكره ان انا لو انا ما كنتش عملت كده وكنت شرحت له المنهج اللي موجود الكتاب وخلاص، هو ما كانش هيستفيد بيه اي حاجه، وكان هيدفع مبالغ عاليه جدا. هو ما كانش عنده مشكله في الفلوس، هو كان اوريدي ريتش بزنس مان يعني. بس الفكره انه هو هيدفع فلوس على الارض. انتوا فاهمين قصدي؟ فانا حسيت ان الموضوع بيزنس قوي، يعني مش مهم الطالب
يفهم قوي ولا لا، مش مهم اجري ولا ما اجريش في الشرح، مش مهم اديله بالظبط اللي هو محتاجه ولا حاجه قريبه منه وامشي الليله، فاهمين؟ وده التجربه اللي انا عشتها في الحوار ده. فانا ما ارتحتش في كده بصراحه، لان انا ما حبيتش ده. وبعدين انا من النوع زي ما قلت لكم في الفيديو اللي فات، انا بحب ابقى كرييتيف في شغلي، انا اللي احدد اشرح ايه وازاي، والريتم بيبقى عامل ازاي في الشرح عشان الطالب ياخد الاستفاده اللي هو محتاجها. فده تجربتي في الموضوع. اوكي، قصاد كده هقول لكم سيتويشن تاني بقى كان كويس، وده خاص بالمكان. يمكن مش كل السنترز بتعمل كده، يعني اغلب السنترز هتقول لك الزبون على حق، اللي هو خلاص الطالب على حق اكتر من التيتشر. بس بصراحه المكان اللي انا كنت فيه بدون ذكر اسماء انا احترمتهم في الموقف اللي انا هحكيه لكم. ان هو كان في مره كنا بناخد زي شريك، يعني شركه، اوكي، بتخلي الامبلويز بتوعها ياخدوا انجلش كورسز يعني على حساب الشركه، واللي بينجح خلاص ما بيدفعش فلوس، واللي بيسقط هو اللي بيدفع بقى فلوس الكورس. فالمهم ان انا كنت بدي ناس كبيره، موظفين كبار، يمكن 50-60 سنه، يعني داخلين في الستين، اربعينات، خمسينات، يعني كانوا ساعتها اكبر مني بكتير. انا كنت ممكن عندي مثلا 23 سنه 22 سنه حاجه كده. المهم ان في مرحله ما في جروب منهم، يعني كان فيهم راجل كده، كان هو الراجل كبير، يعني كان في الخمسينات مثلا. بس اللي بيتدرس او اللي فيكو شغال في التدريس او هيشتغل في التدريس، لازم هيبقى عندك رادار كده جواك، تلقائي طبيعي انستنكتيف، بتفهم اللي قدامك. الطالب اللي قدامك ايا كان سنه، هل هو فعلا مش فاهم ولا هو بيعمل شو؟ في بعض الطلبة بيبقوا عايزين يظهروا، عندهم حب الظهور، عايز يبان قدام الجروب ان بصوا بقى انا ليميت ازاي، انا بشاغب مع التيتشر ازاي، او انا بدقق على كل حاجه، انا بحرج التيتشر، انا مش. في ناس كده، في ناس في طلبه هتعدي عليكم اللي فيكم مش هيشتغل في مجال التدريس او اوريدي بيشتغل في مجال التدريس، اكتبوا لي في الكومنتس. في نوع من الطلبه كده، وفي ناس فعلا بتبقى بتسال، فعلا عايز تفهم بجد. انت كتيتشر هيبقى عندك الرادار، انت هتبص في عين الطالب، هتعرف هو ده بيستهبل ولا لا. فده واحد انا كنت عارف ان هو بيستهبل، اوكي، وقعدت اتاكدت من كذا موقف. المهم في الاخر يعني كلمته كلام جامد يعني قدام الجروب، حركته قدام الجروب كله خلاص. لان انا في الشغل ما بحبش الهزار. انا بصوا انا في حياتي الشخصيه ممكن يكون مختلفه تماما عن شغلي. انا في شغلي بلبس البروفيشنال جاون كده، ببقى very professional. ممكن انا في حياتي العاديه انا very friendly very funny، لكن في شغل ده اللي انا اتربيت عليه وتعلمته. اوكي، فاحرجته وقلت له يعني انت الشركه هي اللي دافعه الفلوس، انت عشان مش دافع حاجه من جيبك يعني تقوم تضيع وقت الناس؟ لا، لو انت مش عايز الكورس خلاص ما تاخدوش. المهم يعني ان انا احرجته يوميها، وكان في فرق سن بيني وبينه، بس انا اديته فرص كتير. راح اشتكاني للاداره وقال ان هي احرجتني وقالت كذا كذا كذا. ده الموقف اللي انا قلت لكم عليه، انه الاداره ساعتها عشان عارفيني كويس، وانا بقالي معاهم، كنت ما بقاليش كتير، كان بقالي سنتين تقريبا معاهم، بس هم كانوا عارفيني كويس وعارفين ان انا ما بعملش مشاكل الا لو الموضوع مستدعي. فقالوا له احنا ملناش دعوه، هي صاحبه القرار في السكشن، وانت ما ينفعش ما تكملش الكورس لان الشركه دافعاه، فانت لازم تكمله. ده ايه يا الا لو انت مش يعني هتدفع انت بقى الفلوس من معاك. فاضطر ان هو يحضر غصب عنه، ومن ساعتها ما بقاش يفتح بقه في السيشن خالص. بس ده كان فايده لبقيه الناس، اكيد الناس التانية استفادت. اوكي، anyway دي كانت موقف انا احترمت فيه الاداره، لان هم وقفوا في ظهري. وده المهم، ان هم لما بيحسوا ان التيتشر مش حد بيغوي مشاكل، لا لازم يبقوا سبورتيف للتيتشر، لان في ستودنتس بيستهبلوا. اوكي، والكلام ده حصل لي حتى في الجامعه مره، وبرده الاداره وقفت في ظهري، لان كان برده الموضوع مستدعي. اوكي، ابقى احكي لكم بقى في حدوته عشان حواديتي في الحاجات دي كتير. anyway ده كده مختصر التجربة بتاعتي في مجال السنترز. في سنترز كويسة جدا، في سنترز كله بيهتم بالفلوس، بس في سنترز بتهتم بالفلوس والعلم نفسه يعني، وفي سنترز بتركز على الفلوس اكتر من العلم. يعني اوكي الفلوس اهم،
ونظبط الدنيا عشان ما نخسرش طالب. في ناس تانية مش كده، انا بقول تجربتي انا الشخصية. ولكن في سنترز تانية انا اسمع عنها ناس اشتغلت فيها كان التعليم فيها كويس جدا، وكان بيهتموا بالكواليتي بتاع التعليم الى جانب الفلوس. وفي ناس زي ما بقول لكم حسب يعني المكان. في كل البلاد وفي كل حتة هتلاقوا في كل المجالات في اللي كده وفي اللي كده، بس انا بنقل لكم تجربتي الشخصية. اللي انا بقى عايزة اقوله ان بصوا يا جماعة، اي حد فيكم بقى نصيحة للي عايز ياخد يعني ياخد في سنتر او ياخد كورس انجلش كورس او whatever. اللغة لو رحت خدت في يعني في احسن جامعة في US، اللغة هتعتمد عليك اولا وبعدين على المكان ثانيا، مش العكس. يعني ما تقولش انا باخد في حتة بقى واو يبقى انا هتحسن بسرعة. لا لا، لو انت ما اشتغلتش على نفسك يوسلس، انت بترمي فلوسك في الارض. عشان كده انما يعني دايما اقول للطلبة هتشتغل على نفسك وهتتعب وهتوفر وقت وهتبقى ديديكيتد للموضوع، ايا كان السنتر اللي انت هتروحه هتتحسن. لكن لو رحت سنتر غالي جدا وانت ما بتشتغلش على نفسك في البيت مش هتتحسن. الموضوع ملوش السنتر، انا بحس او التيتشر عباره عن جايد اكتر منه هيعمل لك حاجه. ما هو انا لو انا يعني يعني انا لو انا رئيسه الولايات المتحده الامريكيه مش هعرف ادخل اللغه في دماغك غير لو انت اشتغلت على نفسك. انا هعمل لك ايه؟ ما هو انا هبقى جايد، اشرح لك درس جرامر، هنحل مع بعض واصلح لك الغلط، هتكلم معاك، هقول لك الحاجات اللي مستخدمه واللي مش مستخدمه، جايد. لكن في النهايه انت اللي هتسمع وانت اللي هتتدرب وانت اللي هتذاكر وانت اللي هتحفظ انا مش هعمل لك حاجه في ده. فعشان كده دايما بقول اللي عايز ناوي ياخد الحاجات دي، لو انت مش هتشتغل على نفسك يبقى هترمي فلوسك على الارض. ايا كان المكان وايا كان كواليتي التيتشر، انت حرفيا هتبقى بترمي فلوسك على الارض لو انت ما اهتمتش بانك تشتغل على نفسك في البيت. يعني ما بين السيشن والسيشن مثلا بتاخد 2 سيشنز في الاسبوع، في النص انت هتشتغل، هتحفظ كلمات، هتحل الجرامر، هتسمع كتير. ما هو انا هعمل ايه برضه؟ انا هدخلك الكلام جوه دماغك ازاي؟ ما انت لازم انت اللي تسمع. فدي نصيحة بقولها لكم في الاخر. الموضوع معتمد عليك اكتر ما معتمد على المكان. في اماكن الكورسز فيها مش غالية قوي وانت ممكن تتحسن فيها بسرعة لو اشتغلت على نفسك، فهي ماشي. هي يمكن الفرق الوحيد ان في اماكن وبرضه مش بالفلوس، لان انا زي ما بقول لكم في اماكن كانت غالية وكانت تيتشرز مش كلهم الاكسنت بتاعتهم حلوة، وفي اماكن مش غاليه وبيدققوا في كده. ان جنرال اهم حاجه ان التيتشر تبقى الاكسنت بتاعتها كويسه، ده عشان ما تعلمكش نطق غلط، الفكره في كده. لكن ككواليتي كله تقريبا بياخد كورسز زي بعض. انا شفت المنهج بتاع كذا مكان اولموست متشابه في حاجات كتير، ستايله متشابه اولموست في اغلب الحاجات. فمش دي المشكله، هي المشكله ان التيتشر تبقى نطقها كويس وتبقى وراك. يعني احنا من النوع اللي ما بنشتغلش غير وحد ورانا، يعني غالبا بنتلخم بقى في شغل او بنكسل او ايا كان. لازم احس ان انا عندي هوم ورك، وان انا لو ما عملتش الهوم ورك ممكن يبقى منظري وحش قدام الناس، فهضطر ان انا اعمل الهوم ورك غصب عني، فهضطر اذاكر غصب عني. او ان انا مثلا هقعد في وسط ناس وهتكلم، فلازم ان انا اتشجع ان انا اتكلم. عشان كده دايما حتى اللي بياخد conversation يا اما يبقى برايفت، مش يعني برايفت مع حد كويس هيعرف يدير الحوار معاك، يا اما في جروب ان كل واحد يقول كلمه فتشجعوا بعض على الكلام. فعلشان كده انا حاليا بطلت ان انا اشتغل في سنترز لغات وبقيت انا بشتغل لوحدي. انا بدي كورسز في البيت، يعني حاجات ويعني على استحياء جدا ان انا برضو بقيت بنتقي قوي الستودنتس. يعني مش اي حد بقبله، مش اي ليفل بقبله، ومش اي شخصية بقبلها. يعني اوكي، لان انا يعني بيتعرض عليا كتير جدا لازم يبقى حد ملتزم، حد انا عارفة ان هو هيلتزم وهينجز معايا، عارفة اني هقدر اوصل معاه للنتيجة اللي هو عايزها. لو حسيت ان انا الموضوع هيبقى ان انا باخد فلوس وهو ما بيعملش حاجة او ما بيوصلش للهدف بتاعه، فانا بستحرم الفلوس دي بصراحة. فانا من الاول بقوله انت مش هتتحسن كده. فهي الفكرة في كده. انما انا بنقي ناس معينة، يعني ممكن اكون بدي كورس او 2
فعدد قليل من الناس، ممكن اكون بدي 2 3 وبفضل لو حد انا عارفاه من الاول. فيعني حاجات بسيطة كده بدي ناس على استحياء. انا ما بقاش عندي طولة بال ان انا ادي لحد مش بينجز معايا. يعني ما انا اصحى الموضوع مش يعني يمكن انا الموضوع بالنسبه لي مش بيزنس قد ما هو ان انا هقدر اوصلك للنتيجه اللي انت عايزه ولا لا. فدي مختصر التجربه. في عدى عليا مواقف كتير اذا كان في الجامعه او في الشغل البرايفت. اللي حابب يعرف اكتر عن المجال ده او عن حواديتي في الحوار ده، ناوي يشتغل في التدريس او هو اوريدي بيشتغل في التدريس وعايز يعرف ايه المواقف اللي هتعدي عليه، لان انا عدى عليا حاجات كتير، مواقف كتير اتحطيت فيها وحاجات كنت صغيره ما عرفتش اتصرف فيها، ولما كبرت عرفت يعني بالخبره ازاي اتصرف فيها. فاللي حابب يعرف اكتر بقى عن الموضوع ده اكتبوا لي تحت في الكومنتس، وانا هعمل لكم فيديوز فيها يعني اهم السيتويشنز اللي مرت عليا اللي ممكن تفيد اي حد بيشتغل في المجال. بس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. اي هوب اني جاوبت على السؤال. وتاني هقول يا جماعه، السنترز في سنترز كويسه جدا، في سنترز تهتم اكتر بالفلوس. الفكره انك تنقي حاجه تكون كذا حد شكر فيها او انت تعرف حد خد فيها ولقى الدنيا كويسه، الى جانب ان التيتشر تكون نطقها كويس وانت عندك ساعات تشتغل على نفسك. دول اهم 3 نقط في اي حاجه برايفت. غير كده ما تضيعش وقتك وتاخد كورس الا لو انت عندك استعداد تشتغل على نفسك بامانه، علشان ناس كتير هتقولك هات فلوس واتس اوكي، وبعدين اي حد يقولك هات نديك كورس هتبقى اوباما. لا يا جماعه، لا، الموضوع عايز تعب وعايز شغل وعايز وقت وعايز مجهود وعايز ان انت تشتغل على نفسك، ولكن النتيجه هتكون ماجيكال. يعني لو فعلا انت عملت الحاجات دي انت فعلا هتبقى كانك سافرت بره حتى لو انت ما سافرتش بره. وبس كده. الناس اللي قبل ما اقفل، الناس اللي بتبعت لي علشان كورسز conversation، بصوا يا جماعه، الموضوع بالنسبه لي بيبقى فيه لازم حاجات كده تشيك بوينتس كده لازم اتشيكت علشان اقبل الستودنت. اولا عشان انا وقتي دلوقتي بقى مزنوق جدا، ثانيا انا خلقي بقى ضيق جدا في الحاجات دي، فانا بنقي الحد اللي ابقى زي ما قلت لكم عارفه اني يعني ظروفنا هتنفع يعني. ففي ناس ممكن اقبلها، في ناس ممكن اقول لها مش دلوقتي، حسب، لان انا كذا حد سالني على الموضوع ده. anyway، ده كان الفيديو بتاع النهارده، يا رب يكون فاتكم وعجبكم، واشوفكم ان شاء الله على خير في الفيديو الجاي. باي باي.